السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صباح الفل والورد والياسمين على أحلى ناس في الدنيا. النهاردة بإذن الله هنعمل كده مع بعض فطار مختلف شوية، نغير بقى الفول والطعمية والكلام ده، يعني ندلع كده نفسنا النهاردة بما ان الجو برد بقى والعملية يعني صعبة على الآخر، فايه قلنا نغير النهاردة بإذن الله. هعمل معاكم فطار كده لذيذ وطعمه حلو ومختلف، وبأمر الله إن شاء الله يا حبايبي يعجبكم. أنا هنا معايا طماطمتين مقطعاهم حلقات، تمام، ومعايا بيضتين عليهم شويه ملح وشويه فلفل، ومعايا معلقتين جبنه موتزاريلا. تمام، ده كل اللي انا هحتاجه في الوصفه. هضرب بس البيضتين. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، ضربنا كده البيضتين كويس جدا. هنعمل بقى مع بعض الفطار بتاعنا باذن الله. كده حبايبي انا حطيت طاسه على النار، حطيت فيها زبده، تمام، ورصيت فيها شرايح الطماطم. بعد ما شرايح الطماطم تحمر من تحت اهي، احمرت كده خفيف قوي، هقلب بقى شرايح الطماطم على الناحيه التانية واكمل فطارنا باذن الله. كده حبايبي شرايح الطماطم بتاعتنا اتشوحت من تحت كويس، قلبتها على الناحيه التانية. هسمي بقى بسم الله الرحمن الرحيم وانزل بالبيضتين اللي انا ضربتهم بشويه ملح وشويه فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوزع كده البيض على الطماطم. الطبق ده هيعجبكم جدا جدا، هي اكله تركي، يعني هو فطار تركي مشهور جدا في تركيا. طعمه مختلف ومميز جدا، وباذن الله يعجبكم. تغيير يا حبايبي، التغيير مطلوب في حياتنا يعني. تمام. طيب بعد بقى كده ما حطيت البيض هسيبه بس يمسك نفسه شويه، وبعدين نكمل طبقنا باذن الله. الفطار ده سريع وما خدش معانا يعني مش هياخد معانا 5 دقايق، وبامر الله يكون جاهز ان شاء الله. هنحط بقى يا حبايبي دلوقتي الجبنه، بسم الله الرحمن الرحيم، على البيض بتاعنا من فوق. بسم الله. عايزه تحطي بقى رومي، عايزه تحطي موتزاريلا، اللي موجود عندك حطيه. وطبعا كمان لو جبنا رومي معاها بتدي طعم حلو، لان احنا عارفين ان الموتزاريلا يعني هي بتدي شكل لكن مفيش طعم فيها. هنحط بقى كده الجبنه، هتحطي حسب ما انت ايه بتحبي، تزودي بقى تقللي براحتك. تمام، حطينا كده الجبنه بتاعتنا كده كفايه قوي. حط برده شويه زيتون يطعمها كده وايه، ويخلي طعم البيض حلو. البيض مع الزيتون بيبقى طعمه مميز قوي. هنسيبها على نار هاديه بقى لحد ما البيض بتاعنا يستوي. طبعا هغطيها بغطا، بس انا الحقيقه بحب احطها تحت الشوايه كده دقيقه واحده، الجبنه بس تسيح كويس، وباذن الله نشوفها مع بعض ما تخلص ان شاء الله. وده كده يا حبايبي شكل فطارنا النهارده، يا رب يعجبكم باذن الله. مختلف وجديد وطعمه مميز، والطماطم بقى مع البيض تحت طعمها فظيع بجد. اتمنى يا رب يا حبايب قلبي ان طبقي النهارده وفطاري يعجبكم. طبعا يمشي بقى فطار عشاء. بصوا انا عايزه اوريكم برده المنظر، بذمتكم مش حاجه تفتح النفس، حاجه يعني. بصوا ما شاء الله، حلو جدا جدا. اتمنى يا رب يا حبايبي باذن الله يعجبكم، مع شويه بقى عيش كده سخنين وشويه مخلل، ونقعد نفطر كده وندلع نفسنا باذن الله يا حبايبي. نتقابل في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.